فخور جدا بمشاركتي في المهرجان، وفخور بمشاركة الفيلم في المهرجان. دي حاجة مشرفة جدا وانا في السن ده ان انا اشارك في المهرجان. فيلم البار الثاني فيلم بيناقش قضية الهجرة غير الشرعية. انا بعمل شخصية مجدي. مجدي وحيد امه، ظروفه المادية صعبة جدا، فبيقرر الهجرة غير الشرعية. والله الفيلم انا واثقه تماما ان هو هيكسر الدنيا باذن الله. مهرجان القاهره السينمائي الدوله 38 ايه رايك فيه؟ الحمد لله كويس، الحمد لله الحمد لله. بس هو تعكنن علينا بوفاه الفنان محمود عبد العزيز، الله يرحمه يا سيدي. الله يرحمه. شكرا شكرا. بصي، هو لو اتقال كلام الدنيا كله طبعا مش هيكفيه. امتعنا كلنا. انسان، ممثل، مبدع. الله يرحمه محمود، كانت صدمة كبيرة جدا جدا. فنان عظيم وجميل، وانا عرفت اول ما عمل فيلم مسلسل الدوامة. خسارة كبيرة، بس ما يعظمش على اللي خلقه. قدم أعمال كتيرة جدا محترمة قيمة، ساهمت في نمو الوعي القومي لدى كتير جدا من الشباب. عرفوا يعني ايه مصر، عرفوا يعني ايه تضحية، يعني ايه فداء، يعني ايه تخدم بلدك. ده محمود عبد العزيز، فعمل حاجات كتيرة رحمة الله عليه يعني.